إزاي تتحكم في مشاعرك قبل ما مشاعرك تتحكم فيك؟ في لحظات كتير في حياتنا إحنا ما بنندمش على الكلام اللي اتقال، لكن بنندم على رد فعلنا. كم مرة اتنرفزت وندمت بعد كده؟ كم مرة حزنت وضاعت منك أيام؟ كم مرة قلت كلام وتمنيت إنك ترجع فيه تاني بس للأسف معرفتش. المشكلة مش في إن إحنا عندنا مشاعر، المشكلة إن إحنا أحيانًا ما بنعرفش نتحكم في المشاعر بتاعتنا. فإحنا لازم نفهم المشاعر الأول، ولازم ما تاخدش قرار وأنت غضبان، ولازم تعرف إن مش كل شعور بيحتاج رد فعل، ولازم تخرج برّه دايرة غضبك، تتنفس، تتحرك، وما تخبيش مشاعرك، وغيّر تفسيرك للأحداث للأحسن، وما تدّيش المواضيع أكبر من حجمها، واهتم بجسمك وما تخلّيش يومك كلّه يتبني على لحظة انفعال واحدة، وافتكر إن المشاعر مؤقتة. النهارده إحنا هنتكلم عن مهارة عظيمة، مهارة لو اتعلمتها هتغيّر حياتك، مهارة اسمها إدارة المشاعر. هتفهم مشاعرك الأول إزاي؟ خلّيني أسألك وأسأل نفسي سؤال بسيط، لمّا إحنا بنغضب وبنتنرفز، هل إحنا بنسأل نفسنا إحنا غضبانين ليه؟ إحنا زعلانين ليه؟ والّا إحنا بننفعل وخلاص؟ الحقيقة إن كتير من الناس مش فاهمين مشاعرهم أصلًا. ساعات بيبقوا غضبانين، لكن في الحقيقة هم مش غضبانين، هم بيتألموا، في حاجة واجعاهم. مرّة بيكونوا متعصبين، بس هم خايفين، هم في حاجة مخوّفاهم فاتعصبوا. أول خطوة في إدارة المشاعر هي إنك تفهم شعورك قبل ما تتصرّف. خُد لحظة كده واسأل نفسك، هو أنا حزين والّا غضبان والّا خايف والّا متوتر؟ مجرد تسمية الشعور بيخلّي عقلك يهدى. فاهدى واعرف أنت عندك إيه. تاني حاجة في إدارة الشعور والمشاعر، ما تاخدش قرار وأنت غضبان. في قاعدة عظيمة في الحياة اسمها ما تتكلمش وأنت غضبان وما تاخدش قرار وأنت حزين، لأن مشاعر الغضب القوية بتخلي الإنسان يشوف أمور بطريقة مشوشة. الغضب عامل زي العاصفة، لو اتصرفت زيها هتكسر كل حاجة، لكن لو استنيت شوية العاصفة هتعدي. واسأل نفسك دايما، هل القرار اللي أنا هاخده دلوقتي ده هاخده وأنا هادي؟ لو الإجابة لأ، استنى شوية يا نجم النجوم. ما تاخدش قرار وأنت غضبان، يعني وخاصة في العلاقات الزوجية. ما تتخانقش مع مراتك وقوم رازعها طلاق، ولا روح اقعدي عند امك بعد كده بقى نيجي نهدي الامور تبقى اصعب. اهدى اهدى. بعد كده لازم تعرف ان مش كل شعور انت بتمر بيه بيحتاج رد فعل. واحدة من اكبر الاخطاء في حياتنا ان احنا بنظن ان كل شعور لازم نتصرف على طول. يعني واحد كده خلاني غضبان يبقى لازم ارد، بيقل من كرامتي، هيعتبرني قليل. لا، اهدى. لو انا حزين اشتكي، لكن الحقيقه القويه احيانا بتكون في الصمت. يعني بصراحه السكوت ده بيخلص حاجات كتير. مش كل كلمه بتحتاج لرد، ومش كل موقف بيحتاج رد فعل. احيانا افضل رد فعل في الموقف ده ان انت تسكت، تتجاهل، تتغافل يا سيدي. عبر عن مشاكلك بطريقه محترمه. بدل ما تقول لحد زميلك انت دايما بتتجاهلني، قول له انا والله بحس ان انا زعلان لما بكلمك وما بلاقيش منك رد فعل. لطف الدنيا. اتنفس قبل ما تنفعل. العلماء في تجربة الناس عملوها اكتشفوا ان الغضب بيخلي الانسان يعني يتنرفز. طب لو بطأت نفسك الغضب بيهدى. إيه، هم عملوا تجربة قالوا كده. عشان كده لما تشعر بالغضب العلماء او اللي هم متخصصين في المجال ده بيقول لك خد نفس عميق وخرجه ببطء، وكرر الموضوع ده كذا مرة هتلاقي ان جسمك هدي وبدأ الموضوع يهدى. طبعا دي مش نصيحة، دي مجرد مش مجرد نصيحة بسيطة بس، دي طريقة علمية لتهدئة الجهاز العصبي. طبعا بقى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة فاتوا قال لك لو انت غضبان او زعلان او متنرفز، لو انت واقف اقعد، ولو انت قاعد اتكئ، ولو انت واقف امشي.
غيّر مكانك، غيّر وضعيتك، غيّر المكان اللي أنت بتبُص فيه. وطبعًا بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لإن يعني هو سبب كل المشاكل اللي إحنا فيها والغضب اللي إحنا فيه. ندّي مثال صغير كده، واحد زميلك ما ردّش على اتصالك في التليفون طول اليوم، طبعًا أنت فكّرت إن هو بينفّض لك، لكن لمّا أنت سألته ورجعت له وعاتبته اكتشفت إن هو كان عنده عُذر وعنده مشاكل. ما تخبّيش مشاعرك. إدارة المشاعر يا جماعة مش إن أنت تكبتها، مش إن أنت تقفل عليها. الكبت ده معناه إن أنت بتخزّن حزن وبتخزّن غضب، لحد ما هييجي في مرّة هينفجر وهينفجر بيك. لكن إدارة المشاعر معناها إنك تعبّر عن مشاعرك بس بطريقة محترمة، بطريقة هادية. بدل ما تقول أنت دايمًا بتزعجني، قُل له لأ الكلام ده بيضايقني لو سمحت بلاش. فإحنا جِبنا إن المشكلة مش في الشخص، المشكلة في الكلام، لو غيّر أسلوب الكلام خلاص أنت حبيبي. يعني الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان بيقول لك إن إحنا مش عايزين نكره الشخص بسبب ذنبه أو معصيته، إحنا عايزين نكره المعصية اللي هو بيعملها، عشان إحنا لمّا هنكره المعصية اللي هو بيعملها لو اتخلّص منها سهل جدًا نرجع نحبه تاني. أمّا لو أنت كرهت الشخص نفسه سواء بقى تجاوز المسألة دي أو ما تجاوزهاش أنت هتفضل تكرهه. ونفس الكلام ده إحنا بنوجهه للآباء والأمهات. ما تكرهش ابنك بسبب شقاوته والّا مشاكله، لأ يعني أنت بتبقى كاره المشكلة اللي هو بيعملها، مجرد إن هو بيتجاوزها خلاص الأمور بترجع تاني لطبيعتها يعني. ندّي مثال برضه تاني، أب كان بيقاطع ابنه على طول في الكلام، فجه في مرة قرر إن هو هيسمع ابنه بس مش هيقاطعه ولا أي حاجة، اكتشف إن ابنه عنده مشاكل كتير وهموم كبيرة جدًا. العيال الصغيرة دي طالعة عندها مشاكل يعني لا تُحصى ولا تُعَد. ربنا يهدينا ويهدي عيالنا يا رب. مطلوب منك وأنت بتدير مشاعرك إن أنت تغيّر تفسيرك للأشياء. أحيانًا المشكلة ما بتبقاش في الحدث أو الظرف، بل في التفسير بتاعنا ليه. يعني واحد زميلك زي ما قُلنا ما ردّش عليك، ما ردّش على رسالتك، ما ردّش على تليفونك، ممكن أنت تقول بيتجاهلني، بيتكبّر عليّا، ده مش عايز يرد عليّا، لكن ممكن يكون مشغول أو ما شافش الرسالة، أو ممكن يكون بيمُر بظروف أصعب من اللي أنت فيها. العقل أحيانًا بيختار أسوأ تفسير، لكن الإنسان الحكيم بيختار أهدى تفسير. ندّي مثال، مدير كان غضبان من موظف عنده إن هو على طول بيتأخّر في الشغل، وجه في مرّة اتأخّر جدًا. لمّا سأله وعاتبه طلع إن والده كان تعبان ورايح جاي معاه المستشفى والنهارده اتحجز في العناية. ما تدّيش المواضيع أكبر من حجمها. اسأل نَفْسك سؤال مهم، هل الموقف ده مهم للدرجة دي أوي؟ طيب لو الإجابة لأ، طيب ليه بتدّي له كل الغضب والحزن ده؟ بعض الناس بيضيّعوا يومهم كُلّه بسبب موقف بسيط في الأول، ممكن ينسوه على آخر الأسبوع أو ممكن يتنسي آخر النهار. إنسان مثلًا اتخانق مع أخوه، عمل مشكلة مع أخوه وعمالين بيتخانقوا، جه في لحظة كده قال له طب اهدى بقى، اهدى بطّل خناق لو سمحت، روح كده ونتكلم بُكرة. أثناء فترة الراحة دي الدنيا هديت والنفوس ارتاحت والخلاف انتهى. ادّي لنفسك وقت راحة، اهتم بجسمك. زي ما قُلنا إن لازم تهتم بجسمك. المشاعر مش بس بسبب القلب، دي كمان في الجسم. جسمك مسؤول عن مشاعرك. يعني قلة النوم بتزوّد العصبية، الجوع بيزوّد التوتر، والإجهاد بيزوّد الغضب. علشان كده اللي عايز هدوء مشاعر بيحتاج إن هو ينام كويس، وحركة متوازنة، وطعام كويس. الجسم الهادي بيصنع عقل هادي، الجسم الهادي بيصنع عقل هادي. تاسع حاجة، ما تخلّيش يومك كلّه يتحدد على لحظة في أول النهار. ما تبوّظش اليوم كلّه علشان موقف حصل لك في الأول. يعني أحيانًا بيحصل موقف سيء في أول اليوم، فبنسيبه يبوّظ اليوم بتاعنا كلّه. تيجي مراتك تكلمك تتخانق معاها، واحد صاحبك اتخانق مع الناس اللي في الشغل كلّهم، طول ما أنت راكب العربية في المواصلات عمّال تتخانق مع الناس كلّها في الطريق لحد ما يومك يخلص، وتفضل تقول هو أنا اصطبحت بوش مين النهارده، هو إيه إيه وإيه وإيه والكلام اللي إحنا ساعات الناس بتقوله ده. لكن الإنسان الواثق في نفسه بيقول دي لحظة سيئة، لحظة سيئة مش يوم سيء. افصل بين اللحظة واليوم، وما تسمحش لموقف صغير إن هو يسرق منك يومك كله، وركز على حل المشكلة، ركز على حل المشكلة وما تركزش على الفوز في الجدال. يعني زوج اختلف مع زوجته مثلًا وليكن على مصروف البيت، من أكتر الحاجات الشائعة عندنا في مصر يعني مصروف البيت ده
ده في ناس قتلوا بعض وذبحوا بعض بسبب مصروف البيت ده. كل واحد فيهم عايز يثبت ان هو على الحق، هو عايز يقول ان المصروف ده مكفي وهي عايز تقول ان المصروف ده مش مكفي. لكن لما غيروا الهدف، مش هو كل واحد عايز ينتصر لنفسه، قالوا احنا طب احنا عايزين نحل المشكله ونوسطن الامور. لما الامور اتوسطنت الحل جه بسرعه والدنيا مشيت تمام. عاشرا، عايزين نفتكر ان المشاعر مؤقته، المشاعر مؤقته، مفيش حاجه دايمه، لا فرح دايم ولا حزن دايم. من اجمل الحقائق اللي موجوده في الحياه ان كل المشاعر مؤقته، الحمد لله رب العالمين، ودي من نعم ربنا علينا. يعني الحزن بيمر والغضب بيهدى والقلق بيختفي، مفيش شعور باقي للابد. علشان كده لما تمر بلحظه صعبه قول لنفسك اهدى، اهدى، دي موجة وهتعدي. في النهاية يا صديقي، الشخص القوي مش هو اللي مش بيغضب ولا هو اللي ما بيحزنش، الشخص القوي هو اللي بيعرف ازاي يدير مشاعره. خلي عقلك هو القائد لمشاعرك، وما تخليش مشاعرك تقود حياتك دايما. ولو وصلنا لهنا يا صديقي ما تنساش تشترك في القناة وتشير الفيديو لو انت عايز. ان شاء الله في حلقات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.